في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. معتمد جمال يحفز لاعبي الزمالك لتجاوز صدمة القمة والتمسك بحلم الدوري. عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسات تحفيزية مع لاعبيه عقب الخسارة الثقيلة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة في مباراة القمة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري الممتاز. وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين بشكل مباشر من أجل إخراجهم من الحالة النفسية السيئة اللي سيطرت عليهم بعد اللقاء، مؤكدا أن الهزيمة لا تعني نهاية مشوار الفريق في المنافسة على اللقب. وشدد معتمد جمال على أهمية غلق صفحة القمة سريعا والتركيز على المباريات المقبلة التي ستكون حاسمة في تحديد بطل الدوري. وأوضح المدير الفني للاعبين أن نادي الزمالك لا يزال يمتلك زمام الأمور وأن مصير التتويج باللقب ما زال في أيديهم، مطالبا الجميع بضرورة استعادة الثقة والروح القتالية داخل الملعب خلال المرحلة القادمة وعدم التأثر بنتيجة مباراة واحدة مهما كانت.